بصوا يا جماعه، انا اول مره اشوف البصل متقطع بصوا البصليه قد ايه. شايفين الجمال؟ شايفين البصليه؟ بصوا مش باينه. سبحان الله، تحفه تحفه جدا. يعني انا اول مره اشوف التقطيعه دي في حياتي. جبت الكبه الاستانلس، شفت عليها فيديوهات كتير، قلت بقى نجرب مع بعض. هل هي فعلا زي ما بيقولوا كده تحفه؟ بس انا عجبني حاجه مهمه جدا، ان الحله بتاعتها او الاناء اللي فيه الفارم بيبقى استانلس. ماشي، يلا نفتح مع بعض كده ونشوف المكونات بتاعتها، ونشوف هل هي تستحق الفلوس اللي اتدفعت فيها ولا لا. اول حاجه الموتور. شيل بقى الحاجات دي. الموتور عجبني جدا. بصوا يا جماعه، دايما في الكبه الاستانلس، الكبه اللي هي البلاستيك، ما بيبقاش السن اللي بيتحط فيه السكينه بتاعه الكبه بتبقى بلاستيك، فبتتهري بسرعه، فكل شويه عايزه تغيري السن ده. فكويس ان هو اول مره يبقى حديد. بصوا من هنا حديد وجميل جدا، والمقاوم كمان للصدى، مكتوب في الريفيو بتاعته. حلوه. ويا ريت بقى ايه يبقى بقيه الحاجه حلوه زي عجبتني حته اللي هو السن بتاعها استانلس. طبعا الغطا بتاعه خفيف، وفي هنا الكاوتشه دي بتمسك في الحله. كمان الحله بتاعته جميله وشيك، وشكلها ستايلها عجبني جدا. ده عباره عن كان 3 لتر. في منها اصغر وفي منها اكبر. ده كانت ب 520 جنيه. تمنها حلو، وتمنها مقارب جدا للبلاستيك، بس تحفه جدا. كمان بتفرم اللحمه. هو كمان الراجل قال لي كده في الكتالوج، بتفرم اللحمه والخضار واي حاجه، بس بكميات محدوده عشان تحافظي على الموتور. بصوا كمان السكينه يا جماعه، السكينه دايما في الكبه الاستانلس بتبقى لازقه لازقه، تحس ان هي ملزوقه في قلب السكينه. دي حلوه جدا. شوف المسامير دي حلوه، حتى لو انت عايزه تنضفي من تحتيها تفكيها وتركبيها تاني. جميله جدا، حلوه الحركه دي. كمان اللي عجبني احلى حاجه زي ما قلت لكم في الاول، ان الاناء بتاع استانلس كويس تغسلي وتنضفي فيه حتى ما يتفاعلش مع الاكل. فاهماني؟ كمان الكاوتشه اللي تحت دي حلوه، مش زي الكبه البلاستيك. شوفوا سهله ان انت بس مجرد ما تثبتيها. التانيه كانت بيخش من جواها، مش سهله التنظيف زي دي مفروده. التانيه تحس ان هي مبططه، ومهما تغسلي فيها مش عارفه تغسلي فيها. كمان يلا بقى نجرب. كمان ايه اللي عجبني، كنت عايزه اقول لكم حاجه فيها بس ما افتكر. السكينه. بصوا السكينه يا جماعه، البلاستيك بتاعها جميل وقوي جدا، مش زي السكينه بتاع كل شويه كل شهرين 3 عايزه سكينه للكبه. جميله وتحفه، عجبتني جدا اول ما فتحتها. عجبني الاناء الاستانلس ده حلو وصحي جدا. عجبني كمان السكينه بتاعتها كمان، عشان ما بيترسبش من جوه، هتفكيها عادي مفك عادي وتنضفي براحتك. شوفوا حتى بسم الله ما شاء الله جميله جدا. من جوه كمان ما فيش جلده. الجلده دايما بتضيع منا في السكاكين. بصوا ده مسمار عادي، حتى لو جراله اي حاجه بيتركب. بصوا المسمار من هنا، كل حاجه بمسامير بتتفك وبتتركب. يلا مع بعض بقى نجرب. هل بقى الموتور عامل معاها ايه؟ هل على مواصفاتها الجميله دي كويسه ولا لا؟ اللحمه مكتوب في الكتالوج بتاعها والراجل قال لي ان هي بتفرم، بس احسن لك عشان تحافظي على الموتور ان انت تحطي 200 جرام ب 200 جرام. هتقطعي مكعبات اللحمه تحطيها في الفريزر. تعرفي كده ان انت هتقطعي اللحمه دي هتبقى بتاعه الفرم، هتقطعي مكعبات صغيره وتحطي حبه كده قد عباره عن اقل من ربع كيلو بشويه. يعني ربع كيلو 250 جرام، انت حطي 200 جرام في كل كيس معين صغير كده. تطلعي ربع كيلو يعمل معاكي كميه، يعمل معاكي صينيه جلاش باللحمه المفرومه. انت بقى ايه تحطي 200 جرام، او لو عايزه اكتر تاخدي كيسين وتحطيهم. تحطي 200 جرام ب 200 جرام هتعيش معاكي سنين وسنين. جميله جدا يا جماعه، والكل في ناس جربتها عندنا في العيله وشكرت لي فيها. اول حاجه هنجرب انا البصل. انا المتوفر عندي البصل بس. حكايه ال 200 جرام، هو فعلا الراجل صاحب الحاجه قال لي ان هي كده، واللي انا من حد من العيله عملها قدامي كانت تحفه جدا. ان شاء الله برضو هعملها لكم في ريفيوهات، تبقى اعمل لكم اللحمه فيها. اديني حطينا مثلا كميه. خلينا بقى نحط كله ولا نحط كميه؟ تعالوا نحط كميه كلها يلا عشان نشوف هل هي كويسه ولا لا. ماشي. طبعا تتاكدي قبل ما تحطي ده، تتاكدي ان الرابر ده او الكاوتش اللي تحت ده عشان ايه ما تتحركش منك
وتتهز ويأثر على الموتور. نبقى دي دلوقتي وتأكدي كمان السكاكين ما فيهاش الأغلفة دي عشان ما تعملش حاجة يعني معاكي. ادي احنا ثبتنا دلوقتي الكبة. هنبتدي. هو بقى ايه السلك بتاعها صغير، لازم يبقى عندك وصلة. لو عندك بقى طبعا في المطبخ بتبقى الفيشة جنبك سهلة. انا احطها دلوقتي في وصلة. ماشي، اي وصلة عندك هتحطيها. نسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصوا مش زي الكبه البلاستيك، بنفضل ندور على القاعده بتاعت الموتور مع الغطا دي. بصوا مجرد ما حطيتها بصوا زي فيها مغناطيس نفسها.